السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متابعينا الكرام وين ما كنتوا. ربي أحفظكم كاملي. فيديو اليوم مهم بزاف، وحب نطلب منكم تركيز شوية. خطر رح نفهموا فيه وش رح يصير بالضبط بخصوص زيادات معاشات المتقاعدين، بلا خلط، بلا إشاعات وبلا وعود كاذبة. اليوم نقدر نقولوها بكل صدق. كاين أخبار مفرحة فعلاً، وكاين متقاعدين بدات تدخلهم زيادات في معاشاتهم، وهذا الشيء ما نقدروا إلا نفرح به ونعتبره خطوة إيجابيات بالانتظارها. بالصح في نفس الوقت لازم نفهمه مليح باش ما تكونش فرحة ناقصة، وباش ما يتحولش الأمل لإحباب، خاصة في هذه الظروف الصعبة. الغلاء، ارتفاع الأسعار، البغض اليومي، والمتقاعد اللي رح يعيش بمعاش محدود، كل دينار يفرق معه. خلونا نكون واضحين من البداية، اللي رح يدخل اليوم في الحسابات ما هوش نفس الشيء لكل المتقاعدين. وعلاش؟ لأن منظومة التقاعد في الجزائر كبيرة بزاف، ونهضروا على ملايين ملفات. عندنا متقاعدين تابعين الكونس، وعندنا متقاعدين تابعين الكاسنوس، وعندنا ذوي حقوق، أرامل، أيتام، وذوي عجز. كل فئة عندها توقيت، وعندها طريقة حساب، وعندها مسار إداري مختلف. باش نوضحوا أكثر، متقاعد كاسنوس غالباً يخلصوا في بداية الشهر، أما متقاعد كوناس كي خلصتهم تبدأ عادة من 15. وذوي الحقوق والمنحة المنكولة بزاف منهم يخلصوا مع أول أيام الشهر. يعني طبيعي تشوف فئة دخلت لها زيادة، وفئة ما زال، وفئة أخرى راهي في مرحلة حساب. وهنا يطيح اللبس، وتبدأ إشاعات. واحد يقول قلك دخلت، واحد يقولك ما دخلتش، واحد يقولك راهي تلغات. ما قولوها بوضوح، ما كانش حتى إلغاء، وما كانش حتى مشكل. كاين فقط تطبيق تدريجي وحسابات تقنية معقدة. علاش الحسابات معقدة؟ خطر كل ملف تقاعد فيه أجر مرجعي، سنوات خدمة، منح حقوق منقولة، تعديلات سابقة وتغييرات شديدة. مشي ملف واحد والزوج نهدر على أكثر من 3 ملايين متقاعد، وعددهم رح يزيد في السنوات الجاية. يعني مستحيل يتحسب كلش في نهار والزوج. نقطة مهمة بزاف، الناس كامل رهي تهدر غير على 5% و10%. بالصحة الحقيقة أوسع من هكا. الزيادات رهي جزء من منظومة كاملة، كاين زوج محاور كبار. المحور الأول هو رفع الحد الأدنى للمعاشات. الدولة رفعت الحد الأدنى باش يكون متماشي مع السميك الجديد، وما بقاش 20,000 ولا 24,000، رح طلع. وهذا القرار في حد ذاته اجتماعي ومهم بزاف. خطر أي متقاعد معاشه ضعيف رح يستفيد مباشرة، حتى إذا كانت النسبة ما تبانش كبيرة. المحور الثاني هو تطبيق نسبة الزيادة، 5 أو 10% حسب قيمة المعاش الأصلية. يعني اللي معاشه صغير يستفيد أكثر من رفع الحد الأدنى، واللي معاشه أكبر يشوف النسبة. وهنا لازم نفهموا حاجة مهمة، من بعد ما يترفع الحد الأدنى الحسابات كامل تتقدل، ومتوليش تحسب غير على المعاش القديم. وهذا هو السبب علاش بعض المتقاعدين شافوا زيادة معتبرة، وبعضهم ما زال يستنى نزيد نوضح نقطة حساسة. المنح المنقولة، الأرامل، الأيتام، وذوي حقوق كثير يسقسيوا، يقولك إحنا مهمشين. الجواب لا، راكم معنيين، بالصح ملفاتكم تختلف، خاطر فيها انتقال حقوق وتقسيم معاش ومراجعات قانونية. والسيادة تتحسب على المعاش الأصلي ثم تتقسم، وهذا يطلب تبقية بأكثر ووقت أكثر. لهذا نفترض واحد متقاعد يخلص 15,000 دينار شهرياً، السيادة 10 مليار تعني 1500 دينار إضافية، يصبح المعاش 1500 دينار. لكن لو كان المعاش مرتبط للSNMG ومن بعد 20,000 ممكن يضبط الحد الأدنى للمستحق ويصبح أعلى. مثال آخر، وحده 520 ألف دينار، الزيادة 1000 دينار، الزيادة 500 ألف، ومثل 50 دينار، يصبح 26 ألف، ومثل 50 دينار. لكن لازم ننتبه بأن هذه الزيادة تفضل الاقتطاعات، زي الضريب على الدخل المريع وبين كرام الاجتماعي المتقاعد والمساهمة في الضمان الاجتماعي. مثلاً، لو كان زيادة 1000 دينار، المهم أن نطبق بها ونبقى شغل دينار حسب الشريحة.
فاليوم نشوف أرقام تقريباً. راني نشوف بزيادة من القاعدين يشتركوا من هذه القاعدة، خاصة للمعاشرهم قريب من 30. يقول الزيادة جيدة، نحن نصفها، وهنا صحيح، لكن النحو متقود بأن هذا الضعيف لكي يستمر النظام. نحب نقول لكم بالنسبة للتاريخ الزيادة تطبق من جونجي 2021، يعني الدفعات اللي تبدأ منتصف الشهر بيدرع 15 و15 و16 جونجي حسب البنك أو البنك. لكن كاين أمل كبير باللي يكون فيه أثر راجعي من مايو 2025، لأن التثمين السنوي تاع 2025 ما تطبقش، وكثير من التصريحات تقول باللي راح يحس بالرابال، يعني المبالغ المتأخرة، من ماي إلى ديسمبر 2025، وراح يدفعوها على المكشوف في دفعة واحدة أو مقسمة مثلاً. كان الزيادة 5% والأثر راجع 8 شهور، يعني زيادة إضافية حوالي 40% من الزيادة الشهرية مضروبة في 8. هذا اللي قالوه في بعض الفيديوهات والأخبار زي اللي في يوتيوب، لكن لحد الساعة ما خرج إعلان رسمي 100% في الجريدة الرسمية. راني نتابع الجريدة الرسمية يومياً، وفي الساعات الجاية ممكن يخرج المرسوم التنفيذي، وإن شاء الله نحدث الفيديو أو نعمل فيديو جديد لو صار شديد. متابعينا، خلوني نتحدث شوي عن التاريخ اللي فات باش نشوف وكيف اتطورت الزيادات في 2021. كانت الزيادة بين 2% و10%، وتبقت في ماي، وكانت تهدف لتعويض التضخم بسبب كورونا. في 2022 زادوا 3% إلى 5%، وكانت كذلك في ماي. لكن في 2025 التثمين السنوي ما صاروش، ربما بسبب ظروف الاقتصادية أو الانتظار لزيادة الكبيرة في 2026. هذا اللي خلى بزاف من المتقاعدين يتساءلوا علاش ما زادوش في 2025؟ والجواب هو بل الحكومة ركزت على زيادة الكبيرة هذه مع رفع الأسنمشي، اللي هو أكبر رفع منذ سنوات، من 20,000 إلى 24,000، يعني 20% زيادة في الأجر الأدنى، وهذا يؤثر على ملايين العمال والمتقاعدين. كذلك كاين مطالب أخرى من المتقاعدين مش غير الزيادة بالزافي، طلبوك تخفيض أو إلغاء الضريبة على تآخل المعجات الطائفة، خاصة اللي أقل من 30,000 دينار مثلاً. لو كان واحد يخلص 28,000، الزيادة 5% بعطيه 1400، لكن الARG ينحي 200 أو 300، يبقى الصافي 1100. وكاين اللي يقولوا باللي لازم يلغوا الاقتطاع نهائياً للمعاجات تحت 30,000، بأنه هذا إساعتهم واجهة غلاء المعيشة. كذلك كاين مطالب بتحسين الرعاية الصحية لمتقارقين، زي بسهيل الوصول للأدوية والعلاجات، وكذلك زيادة في منح شيخوخة أو المنح، خاصة بالأرامل والأيتام. دعوني نروح الجانب العملي. كيف تعرفوا لو دخلتوا الزيادة في حسابكم؟ أول حاجة، روحوا الموقع CNR الرسمي أو تطبيق البريد الجزائري أو البنك لتخلصوا فيه في منتصف جنوبي. لو شفتوا الرصيد زاد، عرفوا باللي تطبقوا الزيادة. لو ما زادش، ممكن يكون التأخير بسبب المصادقة، لكن حسب التصريحات الصندوق خد كل التدابير اللازمة بش يطبقوا الزيادة فوراً. كذلك لو كان عندكم معاش عسكري أو من صندوق آخر، الزيادة تنطبق كذلك لأنها عامة. متابعين، خلوني نتحدث عن التأثير الاقتصادي العام. هذه الزيادة رح تخمل لايار الدينارات في الاقتصاد، يعني متقاعدين رح يصرفوا أكثر، وهذا يساعد التجار والأسواق. لكن معرفها S&MG كايم مخاوث من ارتفاع الأسعار، لأن التجار ممكن يرفعوا الأسمان. الحكومة تقول بل رح تشد الرقابة وتخزن المنتجات الرئيسية باش تحافظ على الاستقرار. كذلك قانون المالية 2026 كاين دعم للمنتجات الأساسية زي الخبز والحليب والزيت باش ما يرتفعوش. الآن دعوني نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة اللي راني نشوفها في التعليقات. سؤال أول: واش الزيادة تشمل ألم المنح الخاص بالأرامل؟ نعم، المنح كامل تشمل حثرة الصيحات الرسمية. سؤال ثاني: لو كان معاشر 9,500 أو 500، ما هي ندخل في 10%؟ نعم، لأنه أقل من 20,000. سؤال ثالث: لماذا لا يزيد في 20 و25؟ كما قلنا،
ركزوا على الزيادة الكبيرة هذه مع الأثر الرجعي. سؤال الرابع: كيفية هذه مع الأثر الرجعي؟ سؤال رابع: كيف نحسب الأثر الرجعي؟ يحسب الزيادة من ماي 2025، يعني 8 شهور، ويدفعوها في دفعة. متابعينا، هذا الموضوع رهوي، هم ملايين، ونراني نحاول نكون شفاف بدون مبالغة أو كذب. إن شاء الله الخير جاي، والزيادة رح تفرح القلوب، خاصة مع العيد القادم والشتاء في القناة.